فيلمنا بيبدأ وإحنا رايحين للفضاء وبيبقى فيه مجلس كبير معمول للمجرة كلها، وبيكون في واحدة ست في المجلس ده اسمها هانا، وبتكون رئيسة المجرة والمجلس، وبتبقى قبضت على واحد اسمه جامبا، وده بيبقى عالم مجنون ودماغه 14 عشان بيعمل تجارب غريبة وعجيبة، وآخرها تجربة عملها كانت زي الكارثة بالنسبة للمجرة كلها، لأن عمل مخلوق اسمه 626. فلما بتشوفوا تيتا هانا وبتلاقي المخلوق ده صغنن خالص وشقي ما بيعملش غير المصايف في كل حتة، راحت حبساه هو وجامبا سوا. بس 626 يسكت، لا والله ما يحصل، قام هرب نفسه من السجن وراح لسفينة فضائية عشان يهرب، بس الكائنات الفضائية بتشوفه وهو بيهرب متجه نحو كوكب الأرض. فبتقعد تيتا هانا تلطم وتصوت، وكانت هتخليهم يدمروا كوكب الأرض كله لولا إنه بيظهر واحد خبير كده اسمه بليكلي، بيقول لهم محدش يعمل كده، احنا لسه بنحاول نرجع أعداد الناموس من الأول وجديد. فبتأمر تيتا هانا جامبا إن ينزل لكوكب الأرض هو وبليكلي ويرجع الكارثة اللي اخترعها على طول. بس قبل ما نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده يا شباب، وقفوا ثانية معلش واعملوا لايك واشتراك يا جدعان وشيروا الفيديو. وبعد كده بنروح لمدينة هاواي لبنوتة صغننة وأمورة كده اسمها ليلو، وبتكون بتاكل سندوتش قبل ما تروح حصة الرقص بتاعتها، واختها الكبيرة ناني هي اللي كانت وصية عليها، وكانت طول الوقت بتدور على شغل يكون ثابت عشان تصرف على اختها الصغيرة. وبيبقى اصحاب ليلو في حصة الرقص بيتريقوا وبيتنمروا عليها، وبنعرف ان المفروض كل الاطفال هتقدم عرض راقص قدام اهلهم، بس ليلو ما بيكونش عندها اهل واختها ما بتكونش موجودة معاها في الحفلة دي، وبتكون زعلانة جدا لان اختها ما جاتش. فاصحابها بيرجعوا يضحكوا عليها من تاني، بس في الوقت ده اختها عربيتها كانت عطلانة، ولما كانت البنات بترقص في بنت بتوقع ليلو على الارض، فليلو بتتعصب جدا وبتزقها من على المسرح، وبتكون ليلو مصدومة من اللي هي عملته. وفي نفس اللحظة دي اختها بتوصل على مكان الحفلة، بس للاسف وصلت بعد فوات الاوان وما لحقتش تشوف اختها في الحفلة، وليلو بتكون رجعت على البيت وبتقفل الباب على نفسها وبتشغل اغنية وبتنام على ظهرها. والموضوع اتعقد اكتر لما في واحدة ست اسمها كيكوا، وكانت سيدة اجتماعية جدا، فناني كانت بتحاول تخلي ليلو تمثل ان كل حاجة كويسة وما حصلش حاجة، بس كيكوا دي عرفت انهم مش عارفين يظبطوا حياتهم، فبتساعد ناني انهم يعملوا خطة كده ويحطوا اهداف عشان يحسنوا حياتهم. وبعد ما مشت ست كيكوا دي بتتخانق ناني وليلو، وناني بتقابل جارتهم بره البيت اللي كانت في مقام جدتهم هي وليلو، وتيتا دي اللي بتشجع البت ناني انها تكمل تعليمها طبعا في الاحياء البحرية، بس ناني بتكون متلخبطة ولازم تكون كمان موجودة مع اختها ليلو وتكون معاها. اما حفيد تيتا توتو اسمه ديفيد، وبيبقى راكب امواج وكان معجب بناني بس محرج يروح يقول لها. وبالليل وقت ما كانت ليلو وناني سهرانين سوا، ناني بتعمل لليلو اكل فبيتصالحوا، وفجأة لما ناني بتيجي تنام بتبص للسما فبتشوف حاجة بتنور في السما. في الاول بتفتكر ان ده شهاب معدي في السما، بس بتطلع السفينة دي بتاعة العفريت الصغير اللي اسمه ستيتش، والسفينة بتاعته بتعمل هبوط اضطراري. فريدو بنتنا الصغيرة بتتمنى ان يكون ليها صاحب بجد، وفي نفس الوقت ده ستيتش الشقي بيشوف فرح فبيروح هناك وبيتشقى وبيخرب الدنيا كلها على حتة جاتو الطفل الصغير. وبعد كده بتخبطوا عربية وبتوديه لملجأ الحيوانات، وجامبا وبليكلي بيوصلوا هواي بيتنكروا في شكل بشر عشان محدش يشك فيهم، وبيحجزوا أوضة في فندق عشان يستخبوا، وجامبا بيفضل يلعب بمسدس شكله غريب. وفجأة هما الاتنين حقيقتهم بتتكشف لواحدة من سكان الفندق، وبيكتشفوا ان في مخلوق شكله غريب في الفندق، وبيشوف الأخبار ان في مخلوق غريب بيروح على الملجأ. وتاني يوم الحاجة توتو بتاخد ليلو الملجأ عشان تشوف الكلاب زي ما هي بتحب، بس تتفاجئ لما بتلاقي ستيتش في وشها وبيتحرك من قفصه، وبيشوفوا جامبا وبليكلي وبيفضل يتنطط ويتفادى السهام اللي بيضربوها عليه. ولما ستيتش بيشوف ليلو بيعمل نفسه كلب عشان سمع انهم مش بيأذوا البني ادمين، وليلو لما بتشوفه بتحبه قوي بتسميه ستيتش، مع ان توتو موظفة الملجأ كانوا شايفين ان ستيتش وحش، وناني كمان ما كانتش فرحانة بسبب موضوع ستيتش ده. وفي الوقت ده بيكون وصل عميل مخابرات امريكية اسمه كوبرا، وبيبقى معاه ناس تانية وبيروحوا المركبة اللي نزل فيها ستيتش. وكوبرا ده بيكون شاكك اول ما شاف السفينة ان في كائن فضائي قريب من المكان، فعلا بيتأكد لما بيوصلوا اشعار من الملجأ ان ليلو اتبنت ستيتش. ولما ليلو بتحاول توري لاصحابها ستيتش ما بيعجبهمش شكله برضه، فستيتش الشاي بياخد عربية البنات وبيوصلها ببعضها عشان يلعبوا هو وليلو بيها. ولما ستيتش افتكر انه خلاص كده لقى طريقة يهرب بيها بيزعل جامد لانه بيفتكر ان الجزيرة اللي حواليها مية ديت، وده طبعا بيخلي الهروب بتاعه بطيء عشان كثافته بتزيد وبيزيد وزنه مع المية. فناني بتاخد ليلو وستيتش الحفلة الموسيقية بتاعتها بعد كده، وهما الاتنين بيفضلوا يتشقوا في المكان بالليل، وديفيد بيكون ماسك النار وعمال يعمل عروض بيها مع زمايله الراقصين، فستيتش الشاي بيمسك عصاية نار وبيولع الدنيا كلها بالغلط. فالمدير بيطرد ناني، ولما بيوصلوا البيت بتكون ناني جابت اخيرا من تصرفات ستيتش وتبقى عاوزة ترجعه الملجأ من تاني، بس ليلو بتفكرها بكلمة اوهانا، والكلمة دي معناها لمة العيلة وان محدش يتنسي. وفي اللحظة دي كوبرا بيبقى سامعهم من جوه. وبعد شوية بقى ليلو بتكون قاعدة مع الشقي بتاعنا وبتفرجوا على صور اهلها وصورها وهي صغيرة. المهم بقى تاني يوم يا جماعة الصبح بتصحى ناني وبتجهز حاجتها وبتجهز كمان ليلو وستيتش عشان قررت انها تاخدهم معاها عشان تدور على شغل. بس قبل ما يمشوا بيروحوا لتيتا كيكوا والسيد كوبرا عشان هو كمان بيبقى رئيس قسم الاخصائية الاجتماعية بتاعت ناني. وطول الفترة اللي كانوا بيدوروا فيها على شغل
شغل ستيتش من كتر المشاكل اللي كان بيعملها خلى كل اصحاب الشغل محدش فيهم عاوز يشغل ناني عنده. فلما ناني خلاص جابت اخرها ويأست من الوضع دوت، ديفيد بيقول لها وبيقترح عليها انها تدي دروس في تعليم الامواج، وفعلا ناني من تاني يوم بتسمع كلامه وبتبقى بتدي دروس على الشاطئ. حتى ستيتش بقى بيتعلم ركوب الامواج، بس فجأة وهو في المية بيظهر لهم جومبا وبليكلي راكبين موتوسيكل مائي، فستيتش من كتر خوفه بينط على ليلو وبيحدفها تحت المية غصب عنه، بس ناني وديفيد بينقذوا ليلو على اخر لحظة، وستيتش بيبقى زعلان وحاسس بالذنب من اللي عمله. المهم ناني بتودي ليلو المستشفى، بس هناك تيتا كيكوا قالت لناني ان الدولة هتدفع تأمينها وتأمين ليلو كمان بس لو هي اتنازلت عن الوصاية، فناني بتوافق وهي متضايقة جدا. وبعد كده بنروح لبليكلي وجومبا والرئيسة الكبيرة بيتكلموا وبتعفيهم من المهمة بتاعتهم، وبتقول لبليكلي انه يرجعهم على هنا عشان يتحبسوا، فجومبا بيقول ان هو اللي هيتصرف بنفسه، وفعلا بيضرب بليكلي بالمسدس. المسدس ده يا جماعة بيخليه ينتقل لمكان تاني خالص، وبيبعتوا بقى للفندق عشان يجيب ستيتش. وبالليل بقى ناني بتجيب لليلو بيتزا وبتقعد تتكلم معاها عن شوية حاجات هيعملوها قدام، فستيتش في الوقت ده بيبقى سامع كل كلامهم وبيحس ان هو هيكون السبب انه يفرق بين الاختين، فبياخد بعضه وبيرجع للملجأ ماشي على رجله. وتاني يوم تيتا كيكو وعمه كوبرا بيروحوا لليلو، بس بيتصدموا لما بيعرفوا انها مش موجودة في اوضتها وانها رجعت الملجأ عشان تدور على ستيتش بنفسها. بس جومبا كمان للاسف بيبقى موجود هناك، وفضل يوقع ما بين ليلو وستيتش ويقول لليلو ان ستيتش اختارها عشان تكون درع بشري ليه، فستيتش بيقدر انه ياخد المسدس بتاع جومبا وبيحبسه، وبيعرفوا انهم يهربوا من هناك. وفي اللحظة دي بقى جومبا بيرجع تاني لشكله الفضائي، فبيرجعوا كلهم على البيت، وجومبا دمر المكان كله عشان يمسك ستيتش بنفسه، وفعلا بيقدر انه يمسك ستيتش ولسه هياخدوا معاه على البوابة بتاعتهم. ليلو بتلحقهم وبتدخل البوابة وراهم بسرعة، وناني في الوقت ده بتبقى راجعة البيت وشافت الدخان طالع، فبتروح هي وكل اللي معاها عشان ينقذوا ليلو. وفي السفينة بقى جومبا بيقول لستيتش انه هيشيل منه القدرة انه يعرف يحب من تاني ويخليه عنيف وشرس، وليلو في الوقت ده بتحرر ستيتش اللي بيبقى عارف الجزمة الصغير انه يفك السلاسل اللي حواليه. وكمان ليلو بتفتح بوابة السفينة، وده بيخلي جومبا يقع في المحيط والسفينة بتكون وقعت في المية، وناني بتكون وصلت لاختها وكانت بتعوم عشان تعرف تنقذها من المية، وليلو وستيتش بيكونوا غرقوا تحت المية، بس ناني معرفتش انها تنقذ ستيتش عشان وزنه كان تقيل جدا، فستيتش بيسيب ايد ناني عشان هي متغرقش معاه. وديفيد بيقدر انه يخرج ليلو، فناني بتغطس من تاني في المية عشان تجيب ستيتش لانه كان فاقد الوعي، وفعلا خرجته. وديفيد بيجري بسرعة وبيجيب جهاز الصدمات الكهربية عشان يفوقه، بس ده ما نفعش، فليلو قالت لهم يستخدموا بطاريات العربية احسن، وفعلا لما بيستخدموها بيفوق ستيتش. بس المصيبة بقى ان الرئيسة بتاعة المجلس بتكون نزلت على الارض وبتقبض على جومبا وبتنقذه من المية، وكانت لسه هتقبض على ستيتش. ستيتش اتكلم معاها وقال لها انه عاوز يودع عيلته قبل ما يمشي، والرئيسة كانت خايفة ان الناس تعرف موضوع ستيتش وتبقى مصيبة كبيرة، بس كوبرا بيطمنها وبيقول لها ان ده سر، فبتقرر الست الكبيرة ان ستيتش يقضي فترة العقاب بتاعته على الارض عشان يكون مع ليلو، وبليكلي كمان بيوافق انه يقعد يراقب ستيتش، والكل بعد كده بيرجع على بيته. وتيتا كيكو بتستقبلهم وقالت لناني انها ممكن تخلي تيتا توتو وديفيد يراعوا ليلو، وده هيخليها تبص لمستقبلها شوية وتروح الجامعة بتاعتها. ومع ان ناني كانت زعلانة جدا وكانتش راضية انها تسيب اختها، بس ليلو بتشجعها وبتقف جنبها انها تكمل دراستها. وفي النهاية يا حبايبي كله بيتعاون سوا عشان يبنوا البيت بتاعهم من تاني. وليلو كانت بتكلم ناني من كاميرا الكمبيوتر، بس ناني بتفاجئ ليلو انها استخدمت المسدس بتاع جومبا عشان تيجي تزورها. وهنا يا حبايبي فيلمنا بينتهي على كده. لو القصة عجبتكم لايك وشير واشتراك رايق في القناة، واشوفكم في ستوري جديدة. سلام.